السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ركلة ركنية من الجهة اليمنى، نشوف علي زكريا سيكون مع تقدم حسن أبو زينب وليث علي ونديم صباغ، ثلاثي خط الدفاع في محاولة لتسجيل أول الأهداف. كرة تلعب بالفعل إلى داخل المنطقة لكن تبعد تعود إلى حسن أبو زينب، التسديدة الله كيفما جاءت سددها بقوة حسن أبو زينب. هدف من أجمل وأروع الأهداف، يسجل المدافع المحوري حسن أبو زينب في شباك الوحدة 18/2019. والآن يكرر الأمر أيضا من ركلة ركنية، تسديدة قوية جدا تسكن شباك حسين رحال وتعلن عن أسبقية وأفضلية تشرينية. هدف رائع جدا من المدافع حسن أبو زينب، أفضل من مهاجمين كثر صراحة في الإنهاء وفي الفنش في هذه اللقطة، أفضل من مهاجمين كثر على مستوى وعلى صعيد الدوري لهذا الموسم. لقطة قلما نشاهدها، كيفما جاءت سددها وأعلن عن أول الأهداف في هذه المباراة. هدف تشرين لا شيء الوحدة. غير اتجاه اللعب ناحية عمرو جنيات. الأهلي أيضا يأخذ الأسبقية من أمام فريق الجيش في هذه اللحظات. هنا كرة على الجهة اليسرى خطيرة لمصلحة الوحدة، خطيرة ممكن التعادل بالفعل. هدف التعادل بالفعل يأتي، تمريرة كانت خلف المدافعين مع برود وتباطؤ من دفاعات فريق تشرين. يستغل هذا الأمر ماهر دعبول ويسجل في مرمى فريقه السابق. سبق وأن سجل على هذا الملعب وفي هذه الشباك تحديدا بقميص فريق تشرين، والآن يضرب مرمى الفريق الأصفر بيسجل هدف التعادل. الوحدة يعود من بوابة ماهر دعبول. شوف الكرة بالإعادة العرضية الرائعة جدا على القائم البعيد ناحية دعبول القادم من الخلف، يسجل الرأسية وبالتالي يعيد المباراة إلى نقطة البداية. عماد يتقدم، الحموي يسدد ويسجل. عماد الحموي يتمكن من تسجيل أول أهدافه مع فريق تشرين هذا الموسم. أنس دهان هيا الكرة، زكريا عزيزة واللمسة والتمريرة، حسن دهان كذلك بتمريرة بينية باتجاه أنس دهان خطيرة داخل منطقة الجزاء. الكرة الآن أهلاوية، شادرك يعيد الكرة إذا أمام الجيش كما فعل في الذهاب، يسجل في الإياب شادرك. إذا هدف التقدم لمصلحة فريق الأهلي، هدف التقدم لأهلي حلب في هذه المباراة عن طريق شادرك. الانطلاقة والهجمة كانت خالد إبراهيم. إذا شادرك يصل لهدف الرابع رفقة فريق الأهلي في هذا الموسم. شادرك إذا يسجل في شباك الجيش ذهابا ويسجل إيابا هنا على أرضية ملعب الجلاء. نعم، هدف التقدم، هدف السبق لمصلحة فريق الأهلي الرغم نوع. زكريا عزيزة مقطوع الكرة كانت، عادت أهلاوية محمود نايف، مرسل التمريرة بشكل ولا أروع باتجاه شادرك من هنا على الطرف. يحاول شادرك من أمام مؤيد الخولي، اللمسة والتمريرة لأنس دهان داخل منطقة الجزاء. خطير 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 داخل منطقة الجزاء، خطير 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 هذا أنس خطير. الله على هذه الكرة الأهلاوية، الله على متعة أهلاوية وفن أهلاوي من جانب لاعبي الأهلي إذا في هذه المباراة. أنس دهان بالإعادة. شوف الكرة، شوف آخر انتصار للجيش على الأهلي يعود لعام 2022، إياب موسم 21-22 بعدها 5 مواجهات ما بين الفريقين. الثالث ولكن هذه المرة من حسن دهان، هذه المرة من حسن دهان بعد أنس وبعد شادرك. حسن والهدف الثالث واستمرار للمتعة والفن والطرب. الأهلي يفعلون
يفعلون العجائب هنا، يفعلون العجائب هنا أمام فريق الجيش. 3 أهداف وكل هدف أجمل من الثاني، كل هدف أجمل من الثاني. نعم، نتيجة قاسية، نتيجة قاسية. شاهر مرسلة طولية، انطلاقة من شادرك، شوف السرعة من شادرك، خطير 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 شادرك في الانطلاقات. ريحانية، كذلك هناك حصل الريحانية، حصل الريحانية أيضا، والهدف الرابع انهيار لفريق الجيش. 4 أهداف أهلاوية حمراء في صفوف فريق الجيش، تعمق جراح الجيش في هذا الموسم، موسم أساسا كان سيء. جيشاوية، عبد الرحمن عرابي، أيهم كرمبي تصطد الكرة، مطالبة بركلة جزاء من كوادر فريق الجيش واللاعبين. طبعا الحكم يأمر بمواصلة اللعب. خطاب مشلب، يحاول خطاب والتصويبة، نعم، والهدف. التصويبة الصاروخية بعيدة المدى من خطاب مشلب. خطيرة الكرة الآن أهلاوية، هذه التمريرة من عبد الله نجار باتجاه حسن دهان، الانطلاقة الأهلاوية. شوف خطيرة الكرة الآن، خطيرة للأهلي، مساحات كانت فارغة، وحسن دهان وعرضية عبد الله نجار، يحاول نجار، والهدف الخامس للأهلي. خلوه بيغير اتجاه اللعب عند أحمد حديد، أحمد، والانطلاق من الجهة اليمنى. أحمد بعيد الكرة مباشرة لكوران خلو، كوران مباشرة عند مؤمن ناجي لمصطفى. يا الله، كرة جميلة، والهدف الأول في المباراة، الهدف الأول جبلاوي لعبد الرحمن بركات. إذا هدف جبلاوي بعد أن تصدى الشنطة لتسديدة مصطفى يوسف القوية، ولكن ارتدت إلى عبد الرحمن بركات، ولم يتوانى البركات هداف فريق جبلة، ويتساوى مع هداف الدوري ب6 أهداف. الهدف الأول في المباراة إذا من نصيب فريق جبلة، من نصيب النوارس الزرقاء، النوارس الجبلاوية. عبد الرحمن بركات يسجل أول أهداف المباراة، هدف للاعب صاحب الفانيلا رقم 9. المتابعة هي من علامات المميزة لأي مهاجم في الدوري السوري. إذن المتابعة كانت حاضرة من عبد الرحمن مؤمن، كرة أمامية باتجاه مصطفى الشيخ يوسف والتحضير، ولكن المهنة والبركات. الله، برافو يا محمود مهنا، اسيست ولا احلى لعبد الرحمن بركات، وعلى الماشي عبد الرحمن بركات دون ان يتوانى، دون ان يتلكى، اضاف الهدف الثاني بتسديده قويه بمرمى فريق الحريه. اذا هدفين لمصلحه فريق إذا في هذه اللحظات أيضا بعد أن أضاف عبد الرحمن بركات الهدف الثاني لفريق جبلة على الحرية، إذا أهلي حلب يوسع الفارق أيضا على فريق الجيش بدمشق ب3 أهداف مقابل لا شيء. إذا النتيجة أي بعد فوز أهلي حلب بكرة السلة لكأس الجمهورية ولدوري الشباب، أيضا فريق كأس الجمهورية ولدوري الشباب، أيضا فريق اليرموك عاد إلى دوري الدرجة الأولى بكرة السلة بعد وعودة، وهذا الهدف الثالث. الله، مصطفى الشيخ يوسف، مصطفى إذا يودع الكرة في المرمى، والهدف الثالث جبلاوي. إذا هدف تعود لي فواز والانطلاق، فواز لا زالت الكرة على مشاف منطقة الجزاء، فواز منطقتي، الله، الخامس جدا. قطع الكرة، شاد الحموي، فرصة لشادي، فرصة محاولة مرور مرة جديدة، شاد الحموي داخل المنطقة، سقوط وركلة جزاء. سجل على جبلة من ركلة جزاء. عنده 3 أهداف جبلة. الأهلي باللقاء الماضي، وأيضا حاطين فرصة لافتتاح التسجيل وفرصة لتسجيل رابع أهدافه رفقة القراصنة.
هدف التقدم للأهلي في مرمى الجيش، وأيضا التعادل الحاضر ما بين حطين والطليعة. نعود إلى لقائنا، نعود إلى ركلة الجزاء، قد تكون فرصة لافتتاح التسجيل. براء ديار بكرلي وفرصة تسجيل رابع أهدافه مع القاسني. براء يتقدم، نعم براء ديار بكرلي ينجح بالتسجيل، سدد الكرة على يمين زكريا دهنة وسجل أول أهداف. إذن أول أهداف القراصنة واحد بينية، إبعاد من عبد الكريم حسن على دفعتين. تامر حاج محمد الحسن يخسر كرته. أحمد المنجد تسديد، الله 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 الله، لمسات المدرب طارق جبان تظهر. أحمد المنجد تسديدة ذكية جدا، تسديدة ممتازة ذكية جدا، ينجح بتسجيل هدف التعديل. إذن لتعود اللقاء إلى نقطة البداية 1-1. تشرين يسجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة، طويلة وممتازة. أحمد المنجد، الاستلام لمحمود الأسود، تغيير اتجاه بالكامل، ممكن تسجيل ثاني. نعم عبد السلام رحمون ينجح بتسجيل الهدف الثاني. كرة كانت ممتازة، شوارع بدفاع فريق الساحل، ينجح الرحمون ويضيف الهدف الثاني. تلعب الكرة من رمية جانبية، ولكن المتابعة بتسديدة. هذه جول يا عدنان توماني يسجل الهدف الأول. عدنان توماني يسجل الهدف الأول للطليعة. الطليعة بأولاده عندما يحتاج الطليعة تسقط كل الظروف، عندما يحتاج الطليعة تمحى كل الحروف، عندما يحتاج الطليعة تقفل الأبواب على الخصوم لتتلاشى الكبار وتختفي النجوم. سجل الطليعة الهدف الأول. الطليعة يسجل الأول عن طريق تومان وصل إلى المرمى. الصغير الولد سجل. الطليعة بأولاده، الطليعة بمن حضر يسجل الأول في هذه المباراة. قلنا وتحدثنا أنها مباراة مهمة جدا للطليعة، ولكن حطين يتحرك في الخطوط الأمامية. هناك محاولة وهناك عرضية مرت. الله لم يعطني حطين الفرصة لأخذ الأنفاس. الرد السريع، قاتل جاء وسريع، قاتل بلمسة، بكرة عرضية جاءت في الشباك. يسجلون الأول. سليمان رشو يصل إلى المرمى. هذه أعجوبة. سنتر لعبها، دخلوا عرضها وسجل التعادل. بأي سرعة يسجل حطين. هل أفرح للطليعة أم أفرح لحطين؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.